ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده المحاضرة التانية هناخد فيها الهيتروسايكليك اروماتيك كومبوننتس والتسمية بتاعت المركبات الأروماتية. أول جزء حاجة اسمها الهيتروسايكليك اروماتيك كومبوننتس، ترجمتها بالعربي المركبات الأروماتية غير متجانسة الحلقة. بمعنى أنا لو عندي الحلقة مثلا حلقة زي دي بسميها حلقة متجانسة. ليه؟ لأن كل العناصر المكونة للحلقة عنصر كربون. غير متجانسة ان انا مثلا اشيل عنصر الكربون ده واحط عنصر تاني مثلا زي النيتروجين، فده اللي احنا بنسميه مركبات حلقية غير متجانسة. فالتعريف بتاعها هي مركبات أروماتية، وندي نشيل تحتها خط عشان دي هتفيدنا شوية. ولكن الهيكل البنائي للحلقة يدخل بها عناصر أخرى زي الكبريت، الأكسجين، النيتروجين. بس يا ترى الذرات دي بتدخل الحلقة بتعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. مكتوب هنا إن الذرات دي ذكية لأنها تمتلك أزواج حرة من الإلكترونات، فهي عندها القدرة تجعلها أن تشارك بزوج أو لا تشارك، وتعتمد على عدد إلكترونات الحلقة. بمعنى نمسك المركب ده، أنا دلوقتي النيتروجين دخل الحلقة، عندها كم رابطة باي؟ عندها رابطتين باي. رابطتين باي يعني بأربعة إلكترون. لو جيت طبقت قاعدة هوكر رول هتطلع معانا 4n بلس 2 equal 4. هيطلع معانا إن ال n بهاف. فإذا دي مش أروماتي، المركب مش أروماتي لأن قاعدة هوكر رول مش متطبقة. فيعمل إيه النيتروجين؟ احنا عارفين ان النيتروجين N7 لو وزعناه 1s2 2s2 2b3 يعمل ايه؟ النيتروجين هنا عنده 3 الكترونات مفردة، عمل بيهم التلاتة روابط سيجما. فينهم دول؟ لو بصينا نلاقي ان النيتروجين عمل رابطة سيجما مع الكربونة دي، رابطة سيجما مع الكربونة دي، وعامل رابطة سيجما مع ذرة هيدروجين هنا. فإذا هو ايه اللي متبقي من عنده؟ متبقي عنده زوج الكترونات حر، اللي هو اللي انا عامل عليه دايرة ده. اللعبة كلها الذرة بتقول هل الزوج ده اتدخله جوه الحلقة عشان تكمل السيستم، عشان يبقى فيه سحابة إلكترونية ويبقى المركب أروماتي ولا لأ. فهنا النيتروجين اضطر إن يدخل زوج الإلكترونات بتاعه جوه الحلقة علشان المركب يكون أروماتي. طب هو لما دخل الزوج بتاعه كده أصبحت عدد الإلكترونات الكلية كام؟ 6. ولو طبقنا القاعدة 4n plus 2 equal 6 هتلاقي ال n equal 1. فإذا النيتروجين دخل زوج الإلكترونات الحر بتاعه جوه المركب عشان يصبح المركب أروماتي. طب تعالوا نشوف المثال التاني، وأسماء المركبات دي تتحفظ، يعني دي عشان دي اللي يعتبر اللي علينا في السمستر ده. طب ندخل على المركب التاني. أدي عندي مين؟ الأكسجين. الأكسجين هنا دخل ليه في الحلقة؟ أدي رابطة باي وأدي رابطة باي، يعني 4 إلكترون، يعني برضو ال N equal half، يعني المركب مش أروماتي. فيعمل إيه الأكسجين؟ طب تعالوا نشوف توزيع الأكسجين. الأكسجين O8، لو جينا وزعناها يبقى 1s2 2s2 2b4. فهنبص لو رجينا رسمنا المستوى الفرعي ب، هنلاقي عنده 2 إلكترون مفرد. الاتنين إلكترون مفرد عمل بيهم رابطتين سيجما مع الكربونتين اللي هنا، ادي الرابطتين سيجما. طب اصبح متبقي إيه لو انا شلت دلوقتي الالكترونين المفردين دول؟ فاصبح عنده زوجين من الالكترونات. زوج الالكترونات موجود في اول اوربيتال في المستوى الفرعي ب، وزوج من الالكترونات موجود في ال2 اس. فاذا الاكسجين عنده 2. طب الاكسجين بقى ادي عنده 2 اهو، يا ترى يدخل الاتنين جوه الحلقه ولا لا؟ فالاكسجين ذكي. هو ايه اللي ناقص المركب ده عشان يبقى اروماتي؟ ناقص له 2 الكترون. طب خلاص حلو، هيمسك زوج من عنده يدخله جوه الحلقه، وزوج هيخرجه بره الحلقه. يبقى الاكسجين عمل ايه؟ مسك زوج من عنده دخله جوه الحلقه عشان يعني تكتمل يبقى 6 الكترون، فيبقى المركب اروماتي، والزوج التاني سابه بره. وده نفس الكلام اتطبق على عنصر الكبريت هنا، نفس الفكره. الكبريت برضو عنده 2 الكترون مفرد، عمل رابطتين سيجما هنا، وعنده زوجين من الالكترونات، زوج هيدخله جوه الحلقه وزوج لا. دي فكره المركبات الغير متجانسه. يبقى الخلاصه بتاعتها ان الذره الذره اللي هي الغريبه غير الكربون اللي دخلت جوه الحلقه بتشوف الحاله دي ناقصها عشان تبقى روماتي، ناقصك 2 الكترون فانا هتبرع بالزوج الحر بتاعي. طب انا لو عندي زوجين هدخل زوج واسيب زوج بره. طب تعال نشوف النيتروجين ليه مركبين، ودول مهمين جدا. ايه المركبين دول؟
ايه الفرق ما بينهم؟ المركب الاول لو بصينا نلاقي ان النيتروجين هنا دخل جوه مركب فيه رابطتين باي، يعني 4 الكترون. يعني هنا النيتروجين مضطر ان الزوج الالكترون بتاعه يدخله جوه الحلقه. طب حلو. طب تعال نشوف المركب ده. النيتروجين دخل المركب ده ليه عندي كام رابطه باي؟ 3، يعني بستة الكترون. يعني ال N بتساوي 1، فاذا ده اروماتي. طب تعالوا نشوف لو كان النيتروجين دخل زوج الالكترون بتاعه كان هيبقى عندي كام؟ 6 وفي 2 هنا 8. ولو جينا طبقنا القاعدة دي 4n plus 2 equal 8، هنلاقي ان ال N 1.5. فاذا ده كسر القاعدة، فاذا النيتروجين في الحالة دي عمل ايه؟ راح خرج زوج الالكترون اللي بتاعه بره. يبقى ده اكبر دليل ان الذره بتعرف تفكر. لو المركب ده ناقصه زوج من الالكترونات هتتبرع بيه جوه الحلقه تكمل سيستم السحابه الالكترونيه. طب لو المركب اصلا هو مش عايز الكترونات جوه الحلقه فبيطلعها بره. طب دي بتفرق؟ تفرق في ايه؟ بتفرق في الخاصيه القاعديه. هو هنا مش النيتروجين عنده زوج حر بره؟ طب لو في اتش موجب، يعني ادي الاتش موجب يعني الاوربيتال بتاعه فاضي، فاذا المركب ده يتعامل كمكتوب اهو سترونج بيز، قاعده قويه لانه يقدر يرتبط مع الاتش موجب لان زوج الالكترون بتاعه بره الحلقه. طب المركب اللي هو ده لو جبت بروتون، هل هيلاقي الكترونات بره يرتبط بيها؟ لا، لان الالكترونات جوه الحلقه. فاذا ده مكتوب ويك بيز، قاعده ضعيفه. فدي بتفرق ما بين ان زوج الالكترونات يكون جوه وزوج الالكترونات يكون بره. يبقى خلاصه الهيتروسايكليك اروماتيك كومبوننتس، المركبات الاروماتيه غير متجانسه الحلقه، ان بتدخل ذره غير ذره الكربون جوه الحلقه. لو عايزه تكمل السيستم تتبرع بالزوج بتاعها، لو مش عايزه بتخرجه بره، وده بتفرق في الخاصيه بتاعتها. دي يعتبر ادي اول جزء من المحاضره. الجزء الثاني التسميه. سيب الحته دي بس، ندخل على تسميه مشتقات البنزين. تسميه مشتقات البنزين بتنقسم عندي الى 3 حاجات. يا ترى هي مجموعه واحده ماسكه في حالات البنزين، ولا مجموعتين، ولا 3؟ ولازم كل مجموعه نعرف الايوباك نيم، الاسم طبقا للايوباك، والكومن نيم الاسم الشائع، ونركز على الكومن نيم الاسم الشائع، وخصوصا اللي هقوله دلوقتي عشان ده هيساعدنا كتير جدا في المجموعتين وثلاثة. نبدأ بسم الله. الايوباك سهل جدا، انت بتكتب اسم المجموعة وبتضيف كلمة بنزين، او تكتب كلمة فينايل وبتكتب اسم الجروب. هقول ايه الفرق دلوقتي. طب تعالوا نشوف. مركب زي ده، هي دي مش مجموعة هيدروكسيد او اتش، فلو عايز اسميها اقول هيدروكسي بنزين او فينايل هيدروكسيد. انا مفرقش معايا الاسمين دول، انا اهم حاجه اسم ده الفينول. الفينول مهم جدا، ده هنعوزه في اللي جايه دلوقتي. يبقى هو سهل جدا، بكتب اسم المجموعه وجنبها كلمه بنزين هيدروكسي بنزين، او اكتب اسم فينايل هيدروكسيد. ومعلومه الكومن نيم الشائع يعني والاكثر استخداما هو الفينول مش الفينايل هيدروكسيد. ادي حلقه بنزين ماسك فيها مجموعه ميثايل، مكتوبه ميثايل بنزين او فينايل ميثان. طب ليه ده قال هنا ميثايل وده قال ميثان؟ هقول دلوقتي. بس اهم حاجه من الاسمين دول اللي هو ده تولوين. المركب ده حالة بنزين ماسكه فيها مجموعه امينو فبنسميها امينو بنزين او انيلين، ده اللي مهم جدا ده. المركب ده مجموعه بنزين ماسكه فيها مجموعه ميثوكسايد بيسموها ميثوكسي بنزين او فينايل ميثوكسايد او انيزول. انا عايز ايه بقى من ده كله؟ انا مفرقش معايا خطوات التسميه. هو اهم حاجه في المجموع اللي لما يكون فيه 2 احلال او 3، انا اهم حاجه دول ان الفينول حلقه بنزين ماسكه فيها او اتش، التولوين حلقه بنزين ماسكه فيها ميثايل، انيلين حلقه بنزين ماسكه فيها مجموعه امينو، انيزول حلقه بنزين ماسكه فيها مجموعه ميثوكسايل. وهنا البنزويك اسيد حلقه بنزين ماسكه فيها مجموعه كربوكسيل، بنزالدهايد حلقه بنزين ماسكه فيها مجموعه فورمايل. انا عايز مهم جدا الاسماء الشائعه دي. طب ايه بقى الفكره دي اللي انا قلت فوق؟ ليه هنا قال ميثايل بنزين وليه قال هنا فينايل ميثان؟ تعال نشوف. انا لما اجي بسمي واكتب مثلا هنا اسم المجموعة وبعدين بكتب كلمة بنزين، دي معناها ايه؟ معناها ان البنزين المجموعة دي هي تفرع عليه، يعني البنزين هو الرئيسي والاسم اللي انا بكتبه ده متفرع عليه. طب ما اجي لما اجي اكتب كلمة فينايل واكتب جنبها الاسم التاني، دي معناها ايه؟
معناه ان حلقة البنزين هي التفرع. كلمة فينايل دي جاية منين؟ يعني ايه فينايل؟ فينايل يعني باختصار حلقة بنزين انا شلت منها ذرة هيدروجين. يعني الفينايل الصيغة بتاعته C6H5. يبقى تاني، انا لو كتبت اسم المجموعة بعد كده كتبت كلمة بنزين، دي معناها ان البنزين ده الرئيسي وده تفرع عليه. طب لو كتبت فينايل وحاجة تاني، البنزين هو التفرع. طب تعال ناخد امثلة عشان يعني توضح الفكرة. لو جبت مركب زي ده، دي طبعا H2 H3 ودي H2، وقال لك سمي لي المركب بالطريقتين. طب واحدة واحدة، انا هسميه كايه؟ ان البنزين هو الرئيسي. دي مجموعة ايه؟ دي مس اس برو مجموعة بروبايل، فانا اقدر اقول عليه انها بروبايل بنزين. طب قال لك لا، انا عايز استخدم كلمة فينايل. انا قلت لما باجي اكتب كلمة فينايل يبقى انا عايز ايه؟ ان البنزين تفرع. نفس القواعد التسمية اللي خدناها في الالكانات بالظبط، بحدد اطول سلسلة مفيش غيرها اصلا. مش دي التفرع؟ يبقى فينايل بروبان. يبقى تاني، لو انا كتبت كلمة بنزين، البنزين ده الرئيسي وده التفرع اللي عليه، ده هو البرانش، التفرع. طب لو جيت كتبت كلمة فينايل، هو اللي هيكون تفرع وده اللي هيكون المركب. مثال تاني، يالك سميلي المركب زي ده. المركب ده فيه فكرة عموما، اسميه ازاي؟ قال له اول حاجة عايز اسميه يكون احط فيه كلمة بنزين، بمعناه يعني البنزين هو الرئيسي وده التفرع اللي عليه. بص بقى نسميه ازاي. الغلطة ان كله هيقول ده بروبايل بنزين زي اللي فوق. للأسف لا. لو تفتكر في السمستر الاول اللي خدناه، انا عندي هنا ذرة كربون. ذرة الكربون دي فيها مجموعة القايل ومجموعة القايل تانية، يبقى بحط المقطع ايزو. سنغير لون القلم تاني. ادي ذرة كربون شايلة مجموعة القايل، شايلة مجموعتين القايل ايزو. طب لو كانت ذرة كربون شايلة 3 مجموعات القايل، كنا بنحط مقطع نيو. معلومة قديمة، ودي هتفيدنا اللي هتفيدنا في التسمية. ليه؟ لان انا لما اجي اسمي المركب ده اصلا هسميه ايه؟ هسميه ايزو بروبايل بنزين. طب حلو، جه بقى قال لك لا سموه لي حط لي المقطع فينايل. طب حلو، مقطع فينايل يعني ايه؟ يعني انا عايز اخلي البنزين تفرع. حدد اطول سلسلة اهو، هرقم. ادي 1 2 3، فيصبح المركب ده اسمه ايه؟ 2 فينايل بروبان. اتمنى تكون الفكرة وصلت. يبقى باختصار، لو انا عايز اكتب كلمة بنزين، خلاص البنزين هو الرئيسي اللي فوق عليه تفرع. طب لو عايز اكتب كلمة فينايل، هو البنزين كتفرع وبعمل كده اطول سلسلة كربونية شغل الالكان والالكينات. دي الفكرة بتاعت البنزين والفينايل. طيب يبقى تاني، لو وان فانكشن اهم حاجة الاسماء الشائعة، علشان دي هنستخدمها كتير دلوقتي لو في عندي 2 احلال او ثلاثي الاحلال. فينول، تولوين، انيلين، انيزول، بنزويك اسيد، بنزالدهايد. تعال للحتة دي، الحتة دي مهمة جدا. حاجة اسمها الأولوية في التسمية. بمعنى لو أنا لقيت حالة بنزين مثلا كان فيها تفرعين أو فيها 3، أنا أرقم منين؟ مين اللي ليه الأولوية؟ بص معايا، لما تشوف مجموعة بتعمل اسم شائع للبنزين لها الأولوية. بمعنى هي ال NH2 اللي هي الأمينو مش عملت اسم شائع للبنزين؟ حصل، سميته الأنيلين. طيب ال COH مجموعة الكربوكسيليك مش عملت اسم شائع للبنزين؟ زي البنزويك، بنزويك أسيد. طب مجموعة الفورمايل
مش عملت اسم شائع؟ اللي هو بنزالدهايد. طب ال OH عملت اسم؟ ايوه عملت الفينول. طيب ال NO2 نيترو عملت ما اسم؟ لا نيترو ما عملتش. مجموعة الار الالقيل عملت اسم شائع للبنزين، ممكن يكون الميثايل التولوين، بس اهم حاجة دول. يبقى خد قاعدة، لو انا لقيت دول الاربعة دول على اي حالة بنزين دولت يبدأ عندهم الترقيم دايما دايما اهو دائما هبدأ الترقيم. طيب لو فرضا مثلا لقيت حاجة زي كده، لقيت السي او اتش وموجود معاك البروم، فحد يقول لي ان البروم اول حرف بي، السي او اتش اول حرف سي، فالبروم ليها الاولوية؟ لا. لو عندك هالوجين واي حاجة من الاربعة دولت برضو اللي هبدأ، دولت اللي هبدأ من عندهم الترقيم، ما يفرقش معايا هي معاها مين. طب مجموعة النيترو لا. لو انا مثلا جبت لك نيترو وميثايل، مش النيترو بتبدأ بإن والميثايل بتبدأ بإم؟ لا هبدأ بالميثايل، لأن النيترو لما حطيتها على البنزين عملت لي النيترو بنزين، ما عملتليش اسم شائع، ودي مهمة جدا علشان اللي جاي. تعالوا نشوف لو عندي تو فانكشن جروب. تو فانكشن جروب لو ايوباك نيم حدد المجموعة الأولى في الأبجدية رقم من أقرب جهة للمجموعة الأولى، وهنفهم دلوقتي هو قصده إيه. طب الكومن نيم برضو بحدد المجموعة الأولى وبحط كلمة أرسو باراميتا. طب تعالى نشتغل واحدة واحدة. أنا دلوقتي سيب من الترقيم ده، أنا دي عندي حالة بنزين أهي، عندي فيها إيه؟ في مجموعة ميثايل ومجموعة أمينو. طيب أنا اتفقت لما ألاقي مجموعة NH2OH COH ببدأ من عندها الترقيم، يعني أكتب من هنا رقم واحد أهو، رقم واحد. طيب يا ترى أنا هلف في أنهي جهة؟ هل همشي كده مع عقارب الساعة ولا همشي كده عكس عقارب الساعة؟ تعال نشوف. لو أنا مثلا مشيت هنا مع عقارب الساعة، يبقى دي 1 2 3 4 5 6. يبقى أنا لما مشيت مع عقارب الساعة كانت مجموعة الميثايل تفرع رقم 4. طب تعالى أمشي عكس عقارب الساعة، أدي 1 2 3 4 5 6. لما مشيت عكس عقارب الساعة برضو رقم 4. فإذا خلاص أنا الترتيب هنا الترقيم مش هيفرق لي، خلاص مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة مش هتفرق. يبقى اسميه ازاي؟ بص بقى انا بسميه ازاي. ممكن اسميه الاسم الطبيعي جدا اللي هو 1 امينو 4 ميثايل بنزين، او ممكن اسميه باسم تاني. ازاي؟ هو انا لسه مش قايل ان الحتة دي انا ممكن اسميها انيلين؟ حصل. طب ما خلاص ده انيلين وعليه ميثايل عند رقم 4، فسميه 4 ميثايل انيلين. طب في حد يجي يقول لي طب انا ممكن اعمل حركة تاني، انا اصلا ممكن اخلي دي تولوين. هقول له صح، بس هنا احنا هنعكس الترقيم. بمعنى، تعال نشرحها تحت. انا دلوقتي عندي الحلقة اهي، ادي مجموعة الامينو وادي مجموعة الميثايل. لو انا مثلا عايز اسميه دي تولوين، انا لازم اعكس الترتيب. ليه؟ ان انا لو هاخد المركب كاسم شائع، فالمجموعة اللي عملت اسم شائع هي اللي هبدأ عندها الترقيم، مش انا. لو خدت دي اقدر اسميها تولوين، فلازم ابدأ الترتيب من مجموعة الميثايل. ادي 1.
طب واحد يقول لي ازاي وانت لسه قايل لي لازم ابدا عند مجموعه الامينو؟ اقول لك صح، هبدا عند مجموعه الامينو امتى؟ لو انا هسمي الحته دي ميثايل بس، لكن لو هسميها تولوين لازم ابدا من عندها الترقيم، فدي تبقى 1 2 3 4 5 6، فيبقى اسمه ايه؟ 4 امينو تولوين، زي ما سميته فوق 4 ميثايل انيلين. يبقى تاني عشان كده قلت حفظ اللي هي الوان فانكشن مهمه جدا. يبقى انا قدرت اجيب للمركب ده 3 اسماء، يسميه عادي جدا 1 امينو 4 ميثايل بنزين، او لو هاخد الحته دي هسميها انيلين فاحط كلمه 4 ميثايل، او ممكن اسم تالت اسميه 4 امينو تولوين. اي اسم من الاسمين الثلاث اسماء عادي جدا. طب الكومون نيم، بس قبل ما اشرح اقول الكومون نيم لازم نتذكر حاجه. انا عندي حاله البنزين اهي، تمام. لو انا مثلا قلت رقمتها كده 1 2 3 4 5 6، معلومة قديمة نتذكرها من الثانوية العامة إن رقم 2 ورقم 6 بنسميها أرسو، ودي بنكتبها برمز O، حرف ال O. طب لو مثلا 3 و5 كنا بنسميها الموقع ميتا، رمزها M. طب لو 4 كانت بتبقى بارا، رمزها B. دي معلومة قديمة. ونتذكر تاني هي مين المجموعات أصلا اللي كانت بتوجه لأرس وبارا. المجموعات اللي كانت بتودي لأرس وبارا كان مثلا هالوجين، مجموعة القيل، مجموعة الأمينو، مجموعة الهيدروكسيد. طب مين مثلا اللي كان بيودي لي مثلا للموقع ميتا؟ كان عندك بقى مجموعة الفورمايل ومجموعة السلفونيك وحاجات كتير. والمحاضرة اللي جاية هشرح ليه دي كانت بتوجه لميتا ودي اللي بتوجه لأرس وبارا. دي معلومة قديمة عشان دي هتفيدنا في التسمية الشائعة دلوقتي. تعال نفس المركب. هو أنا دلوقتي هعمل إيه؟ مركب زي ده، أنا قلت مش دي اسمها أنيلين؟ حلو. لو سميتها كان أيوباك كنت بقول 4 ميثايل. طب أنا عايز أشيل كلمة 4 ميثايل دي، هي مش ال NH2 قصادها الميثايل؟ حصل. يعني الموقع بتاعها بالنسبة لل NH2 إيه؟ بارا، فسميتها بارا ميثايل أنيلين. الاسم ده مفيهوش مشكلة. طب أنا هعمل حركة تاني، أنا هاخد الحتة دي وهسميها تولوين. طب فإذا مجموعة الميثايل دي بالنسبة لها مجموعة ال NH2 إيه؟ بارا، فأنا سميتها بارا أمينو تولوين. جم بتوع علماء الكيمياء قالوا لك إيه؟ أنا ممكن كلمة أمينو كلمة تولوين هعمل لهم ميكس مع بعض واطلع الاسم ده اسمه ايه؟ بارا تولويدين. يبقى كلمة بارا تولويدين هي بارا امينو تولوين، هو دمج اسم الامينو مع التولوين. يبقى تاني مركب زي ده الاسماء تاني جت ازاي؟ عرفنا الترقيم جه منين؟ فقلنا 1 امينو 4 ميثايل بنزين. ممكن اخد حالة البنزين بال NH2 واسميها انيلين فتبقى 4 ميثايل انيلين. طب لو عايز اخد حالة البنزين مجموعة ميثايل عشان عايز اقول تولوين، فاذا لازم اعكس الترتيب، فلازم ابدا عند دي رقم 1 فاسميها 4 امينو تولوين. طب لو عايز اسميها كومون نيم، يا بارا ميثايل انيلين يا بارا امينو تولوين. وبارا امينو تولوين لو دمجوا الاسمين مع بعض فطلع حاجه اسمها بارا تولويدين. طب تعالوا نشوف سؤال شكل تاني. مركب زي ده، انا عندي مين؟ امينو، عندي كلورو. قلنا دي مش دي ذره مجموعه ذريه بتغير اسم المركب لاسم شيع، فلازم ابدا عندها الترقيم. ونفس الفكره طول ما الكلورو اصلا او اتنين قصاد بعض، فسواء انت مشيت مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه مش هتفرق. فانا رقمتهم ادي 1 2 3 4 5 6. سميها ازاي؟ 1 امينو 4 كلورو بنزين. طب يمشي المجموعه دي هي الانيلين، حصل. والكلور عنده رقم 4 خلاص يبقى 4 كلورو انيلين. طب تعالى نسميه كومون نيم.
برضو دي اسمها انيلين. حلو. ال NH2 قصادها الكلور، يعني الكلور في الموقع بارا، فانا سميتها بارا كلورو انيلين. طب تعالوا ناخد مثال تاني. تعالوا نشوف المثال ده. دي حلقة بنزين فيها مجموعة COH كربوكسيليك و OCH3 ميثوكسايد. طب هنا هتقول لي سؤال، المجموعتين دي لو كانت كل مجموعة لوحدها في حالة البنزين تعمل اسم شائع، دي انا اكتبها فوق. اهو مثلا ان ال COH عملت بنزويك اسيد، ال OCH3 عملت الانيزول، فاذا كل مجموعة بتعمل اسم شائع. طب انا دلوقتي جاي لي في الامتحان حط لي الاتنين مع بعض. لو انت لقيت مجموعتين كل مجموعة بتعمل اسم شائع لحالة البنزين، هنا هرجع بقى للأبجدية. هو الكربوكسيليك أسيد أول حرف منها سي، الميثوكسيد ام، فإذا مين للأولوية؟ حرف السي، فإذا لازم أبدأ الترقيم من مجموعة السي او اتش. يبقى أنا لو لقيت على حالة البنزين تفرعين وكل تفرع كان بيعمل للبنزين اسم شائع لوحده، هنا هرجع للأبجدية، فإذا لازم أبدأ عند السي او اتش رقم واحد. وبرضو نفس الفكرة هنا أصلا قصاده، فإذا لو مشيت مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة الترقيم عندي مش هيفرق. فأنا دي مشيت مثلا مع عقارب الساعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، فده أسميه إيه؟ قال لك حلو، أنا هاخد دي هسميها بنزويك أسيد أهي، فإذا دي أربعة، فأربعة ميثوكسي بنزويك أسيد. طب الكومون نيم، الكومون نيم هو سماها إزاي؟ قال لك تعال، مش دي برضو بنزويك أسيد؟ حلو. ودي بالنسبة لها بارا، فهي بارا ميثوكسي بنزويك أسيد، فهو مسك الكلمتين مع بعض دمجهم وعمل الكلمة دي بارا أنساسيك أسيد. دول دمج الكلمتين مع بعض. المركب التاني نفس فكرة اللي فوق، عندي مجموعة أمينو مجموعة ميثوكسايد، الاتنين كل واحد بيخلي حالة البنزين اسم شائع. هبدأ الترقيم منين؟ أبجدية، ده بيبدأ بحرف ال A، ده بيبدأ بحرف ال M، فتلقائي هبدأ من عند ده، فهو رقم عادي جدا. فأربعة برضو ميثوكسي أنيلين، أو ممكن أسميه بارا ميثوكسي أنيلين، فهو مسك الكلمتين دمجهم مع بعض عمل الكلمة دي بارا أنسيدين. آخر مركب، طب هنا سي او اتش وهنا ميثايل، برضه هبدأ من عند الترقيم. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، المهم سماها واحد كربوكسي اربعة ميثايل بنزين. او ممكن اخد الحتة دي اسميها بنزويك اسيد اهي، ودي بالنسبة لها اربعة ميثايل. طيب الكومون نيم بتاعها نفس الفكرة برضه، هي مش دي بنزويك اسيد؟ ودي بالنسبة لي بارا، فبارا ميثايل بنزويك اسيد. او ممكن يكون عكسها، قالك مش دي تولوين والسي او اتش بالنسبة لها بارا، فهنسميها بارا كربوكسي تولوين. فهو عمل ايه؟ مسك اسم التولوين مع اسم الكربوكسي دمجهم في بعض، فعمل حاجة اسمها تولويك اسيد، بارا تولويك اسيد. يبقى فكرة اصلا التفرعين انك تكون حافظ ان كانت كل مجموعة لما مسكت حلقة البنزين لوحدها عملت اسم شائع وجد ترقيم. طب ناخد حتة تاني، مثال تاني غير دول. لو جبت لك مثلا حلقة زي دي، وجيت مثلا حطيت هنا عنصر الكلور وحطيت هنا عنصر البروم، جيت قلت لك رقمهم لي، بصيت على الحلقة لقيت ما عنديش مجموعة ذرية، فدي هالوجينات، فلازم أبدأ أبجدية. طب بصيت إن البرومو بيبدأ بحرف البي، الكلورو بيبدأ بحرف السي، فإذا مين الأبجدية لي الأولية؟ أكيد البروم. طب حلو، تعال نشوف اللعبة فين. أدي رقم واحد. اللعبة كلها أنا هرقم إزاي؟ في الحالة دي أنا بعمل طريقة
اقسم هنا نصين واكتب كده مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة. تعالى كده نمشي مع عقارب الساعة. لو انا مشيت كده هرقم كده، فدي 1 2 3 4 5 6. الكلور التفرع بتاعه رقم 3. حلو. طب تعالى نشوف لو كان عكس عقارب الساعة. هلف كده، فدي 1 2 3 4 5 6. الكلور عند رقم 5. طب فإذا ما الاتنين مش متساويين. طب يا ترى ناخد أنهي واحدة؟ لو طلعت بصيت في الشروط اللي فوق هتلاقيني كاتب أنا باخد المجموع الأقل أو أقرب جهة للتفرع أهي. رقم من أقرب جهة للمجموعة الأولى أو أقرب جهة للتفرع. فإذا البروم أقرب حاجة ليه 3 ولا 5؟ أكيد 3. فأنا يبقى لازم أمشي مع عقارب الساعة دي 1 2 3 4 5 6. فإذا ده هنسميه إزاي؟ عادي جدا، 1 برومو، 3 كلورو، بعد كده بنزين. فيها مشكلة دي؟ طيب ناخد مثال تاني. لو جبت حلقة بالشكل ده، حطيت هنا مثلا كلور كلور، الاتنين زي بعض. طب حلو، هبدأ من عند أي واحدة. بص بقى الفكرة، يا ترى أبدأ من عند الذرة دي ولا الذرة دي؟ تعال نجرب. لو أنا بدأت من عندي رقم 1، خلي بالكم الاتنين واحد عموما، بس أنا بفترض همشي مع عقارب الساعة والعكس عقارب الساعة. دي مش محتاجة تجريب. ليه؟ لأن قايل فوق في القاعدة إنك أنت بترقم لأقرب جهة بالعقل. الكلور دي أنهي يعني الكلور التانية قريبة ليه؟ دي جنبيها أصلا، فلازم أبدأ 1 2 3 4 5 6. مينفعش أمشي العكس، ده أنا عايز أقرب حاجة ليا وهي أصلا لازقة جنبيه. لازم يبقى المركب 1 و2 داي كلورو بنزين. طب آخر مثال، جبت مركب زي ده، حط هنا مثلا مجموعة نيترو، حط هنا فلور. قال لك سمولي كومون نيم، مش عايز ايوباك. هنسميه ازاي؟ ولا لو بصيت في الوضع ده، سواء النيترو بالنسبة لها الفلور في موضع ميتا، او الفلور اصلا بالنسبة لها النيترو في موضع ميتا، في تلك الحالتين لازم اكتب كلمة ميتا اهي. اكتب مين الاول، الفلور ولا النيترو؟ لو بصيت في حروف الابجدية الفلور بتبدأ بالاف، النيترو بالان، فاكيد الفلور للابجدية، فيبقى نسميه ميتا فلورو نيترو بنزين. ادي فكرة ثنائية الاحلال عموما. الحتة اللي بعد كده 3 function group. الحتة دي بقى، لو عندي بقى 3 مجموعات مش مجموعتين، يعني البنزين ماسك فيه 3 مجموعات، مكتوب هنا ان حدد المجموعة الاولى في الابجدية رقم حيث اقل مجموع من التفرعات وقف. ده اهم شرط، ده اهم شرط. اهم من ان انا احدد الاولوية. انا كده كده تحديد الاولوية ده بقى لما تيجي تسمي، بس ده اهم شرط عشان حكاية الترقيم. اهم شرط ازاي؟ تعال ناخد مثال مركب اللي احنا الموجود قدامنا ده. تعال ننزل لتحت. هو عامل ايه؟ هو جايب حلقة بنزين بالشكل ده، وحاطط هنا NH2، وحاطط هنا Cl، وحاطط هنا Br. مبدئيا في قاعدة احنا متفقين عليها، ان حلقة البنزين لو فيها اي مجموعة ذرية بتغير اسم البنزين لاسم شائع زي ال OH، ال NH2، ال COH، ال CHO، لازم ابدا من عندها الترقيم حتى لو 3 تفرعات، حتى لو 3 تفرعات. اشمعنى؟ هنعرف دلوقتي. فلازم ابدا عند مجموعة الامينو بواحد اهي.
هو قال لازم يكون اقل عدد مجموع من التفرعات، بمعنى اروح انا انزل لتحت واعمل كده مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة. تعال نمشي مع عقارب الساعة كده. فادي 1 2 3 4 5 6. تعال نجمع التفرعات كده. لو الامينو 1 الكلور رقم 2 البروم رقم 4 2 زائد 4 6. طيب ده لو كانت مع عقارب ساعة. واحد يقول لي ليه ما جمعتش الرقم بتاعة ال NH2؟ عشان ده انا هستخدم لها الاسم الشائع اصلا، ولو عايز تجمعه عادي، يعني انا لو فرضا لو جمعته عادي هيبقى دي 7، مفيش مشكلة. طب تعالى نمشي عكس عقارب الساعة. لو مشيت عكس عقارب الساعة 1 2 انا همشي كده 3 4 5 6. طيب تعالى نحسب مثلا ادي الكلور والبروم 6 و4 10، ولو جمعت عليهم الامينو عادي جدا 11. فاذا بالعقل والمنطق فين اقل مجموع؟ اكيد مع عقارب الساعة. عرفت انا بحدد ازاي الترتيب، فلازم امشي مع عقارب الساعة في الحالة دي. فاذا خلاص كده عرفت انا همشي مع عقارب الساعة. فادي 1 2 3 4 5 6. حلو، نيجي للتسمية. تعال نشوف التسمية فوق، هي كده كده مكتوبة فوق. بص هو سماه ازاي. قال لك والله ممكن اسميه. تعال نشوف بس، احنا دلوقتي عرفنا فين الترتيب، مين اللي هيتكتب الاول في الابجدية. ده لو هكتبه برمز ال A، ده B، ده C، فلازم ابدا اكيد بال A. فسماه 1 امينو 4 برومو 2 كلورو بنزين. خد نصيحة، في حال لو لقيت مجموعة ذرية بتغير اسم المركب دي خليها في دي بتتكتب في الاخر دايما. يعني مثلا ال NH2 على حالة البنزين اسمها انيلين، بنخليها في الاخر. ال COH مع حالة البنزين بنسميها بنزويك اسيد، بنخليها في الاخر. فهنا سميته انا 4 برومو 2 كلورو انيلين، وده اللي صح جدا. ليه؟ هو مش عايز اقل مجموعة من التفرعات. طب هنا اصلا مكتوب كام تفرع؟ 7. هنا مكتوب 6، فالاسم ده صح جدا. يعني هل اللي فوق غلط؟ لا، اللي فوق صح. بس لما في الامتحان او لما تيجي تكتب اكتب ده احسن. 4 بروم و2 كلورو انيلين. طب تعال ناخد المثال اللي تحت. طب المثال اللي تحت هو جايب 4 مجموعات، صح؟ ماشي. بصيت مجموعة ميثايل، مجموعة نيترو. هل النيترو لما بتتحط حلقة بنزين ليها اسم؟ لا، دي اللي اسمها نيترو بنزين، فخلاص. هل الميثايل لما كنت بحطه على حلقة البنزين بغير الاسم؟ طبعا كنت بغيره تولوين، بس يبقى لازم ابدأ التركيب من عند التولوين. فرقم 1. ألف ازاي؟ لو جيت بصيت، لو مشيت مع عقارب الساعة ادي 1 2 3 4 5 6، ولو مشيت عكس عقارب الساعة نفس الترتيب بالظبط. هو يعني مش هتفرق بقى. فده هنسميه ايه؟ عادي جدا. هي مجموعة النيترو فين؟ عند رقم 2 ورقم 4 ورقم 6، فخلاص 2 4 6 تراي نيترو تولوين. لذلك جه يسمينا مين؟ التي ان تي. التي جاية من تراي، الان من نيترو، تولوين ادي التي. يبقى ايه هو التي ان تي؟ هو 2 و4 و6 نيترو تولوين، وده يتحفظ. اللي تحت نفس الفكرة. هي مش الاو اتش دي كانت ما بتحط حالة البنزين بتسميه فينول؟ حصل، فلازم ابدا عندها الترقيم. وسواء لو مشيت مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة هيطلع لي نفس الترقيم. فده سميناه 2 و4 6 تراي نيتروفينول، او بيكريك اسيد، حمض البكر. ده الكومون نيم للاتنين دول. اهم حاجة الكومون نيم في التسمية. طب تعالوا ناخد امثلة تاني. تعالوا نشوف الحتة دي. انا جيت هنا رسمت حالة بنزين، قلت دي المواقع بتاعت ادي 1 2 3 4 5 6. بيقول لك ايه؟ لو عندك جروبس مجموعات موجودة في المواقع 2 4 6. ليه 2 4 6؟ هتعرف هنسمي ازاي. حدد الأولوية ثانيا مجموع فروع أقل. طب تعال ناخد المثال ده. تعال ننزل تحت ونكتبه. جبت مركب مثلا زي ده.
ادي مثلا NH2. وادي مثلا حط هنا، او بلاش NH2، مثلا حط فلور، كلور، بروم. اسمي ازاي؟ اولا، هل في الثلاث الموجودين دول في مجموعة ذرية بتغير اسم البنزين؟ لا. خلاص حلو. هنا بقى هنرقم أبجدية ولا مجموع فروع أقل؟ اشمعنى الموقع 2 و4 و6 على التحديد؟ لأن دولت المواقع بيبقوا قريبين من بعض. بمعنى هنا الفلور بيبعد عن البنزين مسافة ايه؟ موقع. والبروم بيبعد عن كلور مسافة موقع. والكلور بيبعد عن الفلور مسافة موقع. من الآخر مواقع 2 4 6 بيبقوا التلاتة قريبين من بعض بنفس المقدار. عشان كده انا قلت ايه؟ ان مجموع فروع اقل مش عايزها دلوقتي. نيجي للأبجدية. البروم بحرف البي، الكلور بحرف السي، الفلور بحرف الاف. فتلقائيا ابدا اكيد من البروم. ادي واحد. الف ازاي؟ مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ انا عارفه تطلع، بس تعالى نحسبها. ادي لو مشيت مع عقارب الساعه لفيت كده، فادي 1 2 3 4 5 6. اللي عندك 1 للبروم، 3 للكلور، 5 للفلور. 1 و3 4 و5 9. تعالى نمشي عكس عقارب الساعة. هلف كده المرة دي، فادي 1 2 3 4 5 6. حلو. انا عندي 1 وادي 3 وادي 5. 5 و3 8 و1 9. طب اذا الاتنين مع بعض، هل لي بقى هتفرق لي مجموع تفرعات اقل؟ لا. فخلاص خلصت، هنسمي بقى. فاذا دي مش عامله لي ازمه. فادي مثلا ادي 1 2 3 4 5 6. فده اسمه 1 بروم و3 كلور و5 فلورو بنزين. طيب، ودي لسه مشروحة فوق. تعال مثلا المركب ده ماشي. انا عندي هنا بروم وعندي كلور وعندي مجموعة امينو. طبعا ال NH2 ليها الاولوية. قلت لك المجموعة الذرية اللي بتغير اسم ليها اولوية في كل حاجة، ما بتفرقش حاجة معاها. فدي سميتها واحد. جيت لفيت كده مثلا، فتلاقي 1 2 3 4 5 6، يعني 3 و5 8. لو مشيت عكس هتطلع برضو 3 و5 8، فمش هتفرق. فده سميناه ايه؟ سميناه 5 برومو 3 كلورو انيلين. ليه؟ ما هي دي المجموعة دي انيلين. طيب، السؤال ده، الحتة دي مهمة جدا. تعال نشرحها تحت. ادي حلقة بنزين، تمام. راح هو هنا حط هنا مجموعة ميثايل ومجموعة ميثايل، وحط هنا بروم. طيب دي نتعامل معاها ازاي؟ لو واحد مشي بالمبدأ بتاع ان انا هاخد بالابجدية، فانا اكيد الاولى هبدأ من عند البروم. هقول له حلو، همشي معاك وهبدأ عند البروم. مع انه ده غلط، وهقول ليه. ادي واحد، وهبدأ مثلا الف. ادي 1 2 3 4 5 6. حلو. عندك كم تفرع؟ ارقامهم كام؟ 1 و3 و4. 3 و4 7 و1 8. تمام. هنا هو بدأ غلط. ليه؟ هقول ليه دلوقتي. في لما الاقي ثلاثي الإحلال على البنزين، عايزة تفكير شوية. بمعنى لو لقيت في الثلاث مجموعات مجموعة ذرية بتغير اسم الحلقة، واحنا قلناها كتير وزهقنا منها، من عندك حق انك تبدأ من عندها الترقيم. طيب هنا التلاتة دول، دي ميثايل ودي ميثايل ودي بروم. انا قايل لك فوق ان لازم اخد ترتيب او مجموع اقل للتفرعات. طب بالعقل، وانا لو عايز اجيب مجموع اقل للتفرعات
يبقى لازم ابدا اتنين جنب بعض، لان اتنين جنب بعض هتبقى واحد اتنين، مفيش ابسط من كده. فكده انا لازم ابدا من الميثايل. طب هنا في مشكله، هل ابدا من الميثايل الاولى ولا الميثايل التانية؟ تعال نجرب. لو انا مثلا بدات من الميثايل رقم واحد دي، فسميت دي ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. عد التفرعات كده، ادي واحد واتنين واربعة سبعة. حلو. طب لو انا بدأت من الميثايل التاني، بمعنى قلت دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، دي رقم واحد ودي اتنين ودي خمسة، واحد واتنين تلاتة وخمسة تمانية. اوعى يبقى مين اصلا الوحيد اللي اداك اقل تفرع؟ رقم سبعة، لما انا اصلا بدأت الترقيم من عند اول واحدة اللي هي دي. يبقى لازم ابدأ من هنا، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يبقى ده المركب ده اسمه ايه؟ أربعة برومو واحد واتنين داي ميثايل بنزين. يبقى القاعدة تاني، لما ابص على التلاتة لقيت مجموعة بتغير لي اسم الحالة، من عندك حق تبدأ من ده الترقيم، سواء NO2 OH COH. ليه؟ يا ترى بنفتكر ليه؟ ان دولت اصلا ليهم اسم، ودولت بيلغوا لي التفرعات. فلما اقول مثلا انيلين، انا اصلا ما قلتش رقم التفرع بتاع ال NH2، فده قلل لي الرقم، وانا الفكرة كلها انا عايز اقل رقم من التفرعات. مثال زي اللي قدامنا التلاتة لا، فانا عايز اقل رقم، فبالعقل لما انا ابدا من اقل رقم خد اتنين جنب بعض على اساس يكون ترتيبهم واحد اتنين، فده اقل حاجه، ما انا مش هجيب حاجه اقل من الواحد. عشان كده انا بدات من الجهه دي. طب جيت دورت لما مشيت مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، ما لقيتش قدامي غير ان امشي الف ازاي عكس عقارب الساعه. عشان كده ده سميناه 4 برومو وواحد واتنين داي ميثايل بنزين. مثال تاني، لو جبت مركب زي ده، ادي حالة بنزين، وجيت مثلا حطيت هنا OH وهنا مجموعة ميثايل، واحط مثلا هنا ميثايل. نبدأ بسم الله. أول حاجة، عندك مجموعة بتغير اسم حالة البنزين، فين ال OH، عشان بتعمل فينول، فإذا الترقيم من عندها واحد. نفس الفكرة، أنا همشي مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، هي أصلا باينة هنبدأ منين، بس هنجرب. لو مشيت مع عقارب الساعة كده، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. التفرعات اللي عندك سيبك من تفرع ال OH، لأن كده كده أنا أصلا هسميه فينول. فعندك ادي اتنين وعندك خمسة، يبقى سبعة. حلو. تعال همشي بقى عكس عقارب الساعة، يعني انا هلف كده، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى انا عندي ست وتلاتة تسعة. فاذا مين اقل عدد اداهولي مع عقارب الساعة؟ فالعكس دي ملغية، فاذا الترتيب ده كان غلط. يبقى لازم امشي مع عقارب الساعة، يعني هلف كده، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وده اسمه اتنين وخمسة داي ميثايل فينول. ناخد مركب تاني، لو جاب مركب مثلا زي ده، مثلا حط هنا كلور وعمل الشكل ده، جاب مركب بالشكل ده. ايه الاشكال دي؟ دي سهلة جدا، دي كانت صيغة لذرات الكربون. كنا بنقول ان اي بوينت او اي نقطة بتمثل عند ذرة كربون، بمعنى ان دي ذرة كربون، دي ذرة ودي ذرة، فاذا ده اصلا ايسايل، دي تفرع ايسايل C2H5. طب تعالى، ادي ذرة كربون دي طبعا الحالة ماليش دعوة بيها، ادي رقم واحد ادي اتنين ادي تلاتة.
فاذا دي اصلا بروبايل C3H7. طب تعالى، احنا مش متعودين على الشكل ده، تعالى نكتبه بالصيغة التانية. او ادي حلقة بنزين، ادي كلور، وادي مجموعة هنا الايثايل C2H5، وادي C3H7. نبدأ بسم الله. اولا، هل انا عندي مجموعة بتغير اسم المركب؟ لا. خلاص، يبقى اركن دي. هل هنا همشيها ابجدية؟ لا. انا قلت امتى تمشيها ابجدية؟ لما موجودة في المواقع 2 4 6، مش موجودة هنا. طب حلو. اقل مجموع عدد التفرع لازم اخد 2 جنب بعض، يا سواء ده يا ده. طيب ابدأ كلام منين؟ هل ابدأ من دي والف كده، ولا ابدأ من دي والف كده؟ طب تعال، لو انا مثلا بدأت من مجموعة الايساي واحد، انا قلت لازم ابدأ باللي جنبه. ادي 2 3 4 5 6. مجموع تفرعات ادي 1 و2 و4 7. حلو. طيب لو انا مثلا بدأت من مجموعة البروبايل واحد، لازم اخد اللي جنبي. 2 3 4 5 6. 2 و5 7 و1 8. اوف، يبقى انا مش هينفع ابدأ من مجموعة البروبايل، يبقى انا غصب عني لازم ابدأ من مجموعة الايسايل. تعال نبدأ بقى من مجموعة الايسايل. 1 2 3 4 5 6. التسمية نشوف الأبجدية عشان دي تسمية. ده ايسايل يعني بيبدأ بالإي، بروبايل بيبدأ بالبي، كلورو بيبدأ بالسي، فيبقى 4 كلورو 1 ايسايل 2 بروبايل بنزين. دي التسمية لو على حلقة البنزين 3 مجموعات. مكتوب هنا إن لو لقيت مجموعات غير المجموعات التي تعطي أسماء خاصة، وأكيد أنا قصد بيها OH اللي بتدي فينول، مثلا ال COH بنزويك أسيد، مجموعة الفورمايل اللي بتدي البنزالدهايد، ال NH2 مجموعة الأنيلين. دي المقصود بيها العبارة دي. في المواقع 1 و2 5 هنروح لمواقع 1 أو 2، حتى لو 5 له الأولوية في الأبجدية، زي المثال ده اللي لسه كنت شارحه تحت. وبكده احنا كده وصلنا لنهاية المحاضرة التانية. خدنا فيها بسرعة الهيتروسايكليك أروماتيك كومبوننتس اللي هي المركبات الأروماتية غير متجانسة الحلقة، والتسمية سواء لو 1 فانكشن جروب 2 فانكشن جروب 3 فانكشن جروب. إن شاء الله تكون الموضوع سهل. حل عادي الأمثلة دي تاني، وأهم حاجة تحفظ. لو عندي 1 فانكشن واحدة بس على حالة البنزين، أهم حاجة حفظهم، احنا استخدمناهم أصلا في ال 2 فانكشن وال 3 فانكشن. وبكده أدي دي نهاية المحاضرة. أشوف وشكم على ألف خير.